الزحمه واللغط والاسماء الكتيره جدا اللي بتتقال في كل ميركاتو، النهارده ظهر اسم لعيب ارتبط اسمه بنادي الزمالك. اللاعب ده هو حامد حمدان، لاعب وسط بتروجيت، اللاعب الفلسطيني. لاعب وسط بتروجيت، بيلعب مدافع وبيلعب في نص، بيلعب في كذا مركز في الملعب. اتكلمنا عليه هنا من فتره، الناس لو تفتكر اشدنا بيه بشكل كبير طول الموسم. لعيب من افضل لعيب الدوري المصري في وسط الملعب، لعيب عارف مركزه كويس، لعيب بيشتغل بشكل كويس، من اللعيبه اللي لافته الانظار بشده. يعني بتروجيت السنه دي في كذا لعيب، عندهم باك الشمال كويس جدا، عندهم مدافع كويس جدا، عندهم حامد حمدان، كان عندهم احمد رضا، عندهم رشاد المتولي، عندهم الاثنين الاجانب بالمناسبه حلوين جدا. فريق فيه اسامي محترمه جدا. حامد حمدان من ابرز اللعيبه اللي ظهرت في بتروجيت. كلام كبير ربط اسم حامد حمدان بنادي الزمالك، في نفس الوقت في كلام كبير ربط حامد حمدان بالنادي الاهلي. ما تعرفش الامور فين، لكن المعروف والمؤكد ان اداره الزمالك او لجنه التخطيط في الزمالك تواصلت مع وكيل حامد حمدان من اجل استطلاع رايه في اللعب لنادي الزمالك الموسم القادم. الامور هتمشي ازاي الله اعلم، ولكن ارتباط اسم اللاعب بالزمالك طمني شويه. الزمالك عنده مشكله كبيره جدا في وسط الملعب، خصوصا حته ان حد يقطع كوره ويطلع بالكوره بالعقل كده، مركز 6 تحديدا اللي بيلعبها حامد. عندنا دونجا بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج، مش هنتكلم يعني في حاجه. فاعتقد وجود خامه كويسه زي حامد حمدان، فلسطيني هيتحسب مصري، مش هيتحسب عليك لعيب اجنبي. اعتقد تواجده قد يعطي يعني افضليه بعض الشيء في وسط ملعب الزمالك الفتره الجايه. في كلام على طارق حامد بالاضافه للعيب شاب زي حامد حمدان، الامور هتفرق معاك بشكل كبير. وارد اللعيب يجي ينجح مع الزمالك، ووارد لا قدر الله اللعيب يجي ما ينجحش مع نادي الزمالك، لكن هو لعيب يعني المقدمات بتقول ان هو لعيب كويس ولعيب هايل طول الموسم مأدي بشكل جيد. حامد حمدان كان لعب في بيراميدز، كان جه بيراميدز، وفي كلام ان هو كان لعب في الاهلي وهو صغير، يعني جه في الاهلي شباب قبل كده، لكن هو جه مصر عن طريق بوابه بيراميدز. نتمنى لو الصفقه كملت على خير يبقى لعيب مهم ولعيب مميز. يا رب بس بعد ما اعمل الفيديو ده ويخلص ابص الاقي الخطيب والاهلي خلصوا معاه كالعاده، زي احمد رضا اتكلمت عليه هنا، بعدها بيومين ثلاثه ببص لقيت الاهلي تعاقد مع احمد رضا، ربنا يستر. بالمناسبه يعني لعيب دولي وبيلعب في منتخب فلسطين الاول، يعني راجل دولي، حاجه من اللي احنا طالبينها وعايزينها ولا طبيعي اي لعيب يلعب في الزمالك لازم يكون لعيب منتخبات بالدرجه الاولى. من ضمن الاسامي اللي اتقالت للزمالك الفتره اللي فاتت غنام محمد وعلي زعزع، ثنائي بتروجيت. اتقال ان هم صفقات فري، ويقال الزمالك ممضيهم، الله اعلم الخبر ده صح ولا لا، لكن يقال ان الزمالك ممضي الاثنين لعيبه، واللعيبه فري وفقا للاخبار اللي كانت طالعه ساعتها. يعني الله اعلم الابديتس ايه، ولكن المعروف والمتعارف عليه ان في كل ميركاتو الزمالك بيروح يمضي لعيبه كتير جدا، وفي الاخر وجهه النظر الفنيه هي اللي بتحدد مين هيجي ومين هيروح ومين اللي هيكملوا معاه التعاقد ويتفاوضوا مع النادي بتاعه، سواء مع عقد او حتى لو مش عقد لعيب فري بيكملوا معاه للاخر. لكن يقال ان علي زعزع وغنام على قائمه نادي الزمالك او موقعين رغبه نادي الزمالك في انتظار الامور الفنيه هتمشي ازاي. طبعا زي ما قلت لكم بتبقى كلام كتير وكلاء وليله كبيره جدا، لكن مفيش حاجه اكيده حتى اللحظه.